بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة هعمل لكم الممبار، هوريكم طريقة عمل الممبار. يبقى معايا ايه؟ الممبار اهو، بعد ما غسلته وخليته زي الفل وقطعته وعملت لكم انا حلقة لتنظيف الممبار وازاي تنضفيه وتنقعيه وتخليه زي الفل كده. هستعمل له ايه بقى؟ هنستعمل للحشو رز، بصل، عصير طماطم، صلصة، خضرة. الخضرة دي عبارة عن كزبرة وعن شبت. معايا شوية بصل، دول بحطهم وانا بقلب الرز. تمام. الزيت طبعا، ومعايا التوابل اللي انا هحطها عليه، الملح والفلفل الاسمر والكمون. خليكم معايا وصلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف هنعمل ايه. صلوا على رسول الله. انا حطيت الزيت. تمام. هبدأ احط البصل. ما بسيبهوش، يعني تقلبتين اتنين كده. وهبدأ احط الصلصة ومعاها معلقة سكر. هبدأ احور فيها كده مع البصلة عشان المادة الحافظة تطلع منها. صلوا على رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وابدأ أنزل بعصير الطماطم. هنسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع بعض كده لحد ما تتسبك، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. الطماطم بدأت تتسبك اهي. هحط بقى التوابل اللي انا قلت عليها، الملح والفلفل الاسمر والكمون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص الطماطم اتسبكت وحطينا التوابل بتاعتها. هبدأ خطوة بخطوة اهي اقلب الطماطم مع الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلاص قلبت الرز مع الصلصة. هبدأ بقى أحط شوية البصل اللي أنا قلت لكم عليهم إن أنا هقلبهم مع الرز مع الخضرة. دول بيدوا طعم خطير. التركة دي مهمة قوي 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 قوي. وابدأ بقى ايه، احط الخضرة. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وابدأ بقى ايه، اقلب.
الصلصة قلبتها مع الرز مع الخضرة مع شوية البصل، وادي الشكل اهو. بصوا شكلها وريحتها عسل، تتاكل نية. وادي الممبار. وبعمل ايه انا بقى لما باجي احشي؟ بجيب صينية كده واحط فيها شوية رز علشان ما وسخش الرز كله. تمام. وابدأ احشي. بصوا بجيب الممبار كده انا قطعته اهو، وبعمل ايه؟ بمسكها كده وادي صابعيني اهم، واهو اهو. حاجة مفيش اسهل من كده. انا حاطه الميه تغلي على البوتاجاز، حاطه الحله بالميه تغلي، على بال ما الميه تغلي هكون انا خلصت اهي. طبعا الممبار ما بملهوش قوي، انضفه كده بس عشان الحله ما تبقاش ايه كلها رز. ما بملهوش قوي رز علشان الممبار ما يفرقعش، بخليه كده اهو زي ما انتم شايفينه كده. نعمل واحده تانية. ادي اهو صابعيني اهم اهم كده، وابدأ كده كده اهو اهو. حاجة في منتهى السهولة. انا اسهل حاجة عندي اسهل محشي اعمله الممبار، اسهل محشي اهو اهو. ابدأ اخلص بقى الكمية كلها واحشيها، وانا حاطة المية تغلي هنسقطها فيها وهوريكم هنعمل ايه. مية غليت اهي، على بال ما حشيت بسقط فيها بصلايه وابدأ اسقط الممبار. صلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. الممبار اهو داخل في سوا. بسم الله تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبدأ احط الملح. ياخد كام غلوة كده مع الملح وابدأ انشله. الف 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 هنا وشفا للي هياكله. خلاص استوى. هنبدأ ننشله في مصفى. صلوا على رسول الله. وده الممبار اهو بعد ما اتحمر. تمام اهو. ودي الملوخية اللي انا عملتها على شوربة الممبار. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. انا كنت سعيدة ان انا معاكم. ما تنسينيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.